كان الحطيئة هجاء، وكان معروفا بهجائه المسلمين، بل إنه هجا حتى نفسه وهجا إخوته وهجا أمه. وفي يوم من الأيام استضافه الزبرقان، وهو فارس من فرسان العرب، فجلس عندهم مدة، وبعد ذلك ذهب الحطيئة إلى قبيلة أخرى، وهي قبيلة آل شماس. وهجا الحطيئة الزبرقان فشكاه إلى عمر بن الخطاب، فحبس عمر بن الخطاب الحطيئة في حفرة مظلمة، فكتب إليه الحطيئة قصيدة يستعطفه كي يعفو عنه، وقال فيها: ماذا تقول لأفراخ بدي مرخ، حمر الحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة، فاغفر عليك سلام الله يا عمر. وكانت هذه الأبيات شديدة الأثر في نفس عمر بن الخطاب، إلى درجة أنه بكى وأطلق سراح الحطيئة، وأعطاه مبلغا من المال حتى لا يهجو المسلمين بعد ذلك.